برشلونة يفوز على ريال مدريد ويحصل على كأس السوبر الأول تحت قيادة تشافي ولا 14 في تاريخ النادي بأداء رائع والتيكي تاكا بتاعت زمان، وريال مدريد واقف بيتفرج على البارسا زيه زينا بدون رد فعل ولا محاولة لتحسين الأداء ولا لخلق الفرص. فالحلقة دي فيها شوية كلام مهم جدا علشان ما اطولش عليكم في المقدمة. انزل يا عم بالانتر يا عم، انزل يابا. في البداية كده هنتكلم شوية عن البارسا قبل ما نخش نقطع في ريال مدريد. النهاردة برشلونة داخل المباراة وهو اللي عنده الدافع للفوز، وإنهم عايزين يسجلوا قبل بداية الشوط التاني علشان هو يبقى هو اللي راكب الجيم وهو المتحكم في رتم المباراة، يقدر إنه يسرع الرتم أو يبطئه زي ما هو عايز، زي ما شوف النهاردة في المباراة. واللي ساعد على كده هو جودة اللعيبة الموجودة في نص الملعب برشلونة، وكمان معدل أعمار الصغير بخلاف بوسكيت. ده اللي وصلنا إن لعيبة خط نص بتاعت ريال مدريد مش قادرة إنها تتماشى مع رتم المباراة، وتحس إنهم تايهين في الملعب، مش لاقيين بعض ومش عارفين إنهم يطلعوا من نص ملعبهم بسبب الضغط العالي اللي كان عامليه برشلونة. فكان برشلونة قادرة إنها ترجع الكرة بسرعة لما بتفقدها، وقدروا إنهم يهددوا مرمى كورتوا أكتر من مرة، وقدروا إنهم يعزلوا بنزيما لحد ما بنزيما اضطر إن هو ينزل لنص ملعبه علشان يقدر ينقل فرقته لقدام، ولكن بدون فايدة. أما فينيسيوس فكان بيعتمد على مهاراته الفردية لعدم وجود حلول لريال مدريد. نتكلم بقى على مندي اللي انا مش شايف منه اي فايدة، ولا بيعرف يهاجم ولا بيعرف يدافع. انا مش عارف هو اصلا بيلعب ليه. لولا كورتوا كان زماننا طالعين بسكور اكبر من كده. ريال مدريد محتاجة انها تجيب باك ليفت وباك رايت، لان خلاص كارفاخال شطب ومندي اصلا موجود زي مش موجود، زي ملهوش اي فايدة اصلا. ولكن الحمد لله انها جت على قد كده، وان احنا فعلا ما نستحقش ان احنا نكسب. مبروك لكل جماهير برشلونة، ويا رب بقى يركزوا في الدوري علشان نقدر ناخد بطولة السنة دي، مع اني حاسس ان ده هيبقى اصلا موسم صفر للريال، فربنا يستر علينا. اشوفكم في حلقة تانية، يلا سلام.